السلام عليكم واهلا بيكم. يا رب دايما تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، ودايما مكملين مع بعض ثقافه برلماني. وانت برلماني دبلوماسي برلماني ثقافي لازم يكون عندك اساسيات البرلمان. اذا كنت في نموذج محاكاه في المدرسه، في الجامعه، في وزاره الشباب والرياضه، في مركز شباب، فانت لازم يكون عندك ثقافه. معاكم احمد موسى ومكملين رحلتنا مع ثقافه برلماني، وزي ما احنا وعدينكم ومتابعين معاكم والاسئله اللي انتوا بتقولوها لنا، وزي الأسئلة اللي جات لنا الأخيرة. يا أحمد، طب إيه لازم السؤال هو اللي يخلينا نجيب رجل المسؤول؟ طب هو السؤال بس ولا في حاجات تانية؟ لا، في أدوات الرقابة كتير موجودة داخل المجلس. يعني أدوات الرقابة مختلفة، مش بس أداة أو اتنين أو تلاتة. إحنا بنتكلم مثلا فوق ال10 أدوات رقابية أو فوق ال15 أداة رقابية. فكل الأدوات الرقابية هي بتساعد بعض إن أنت توصل لأفضل السياسات داخل الدولة. فزي ما احنا كنا بنقول، البرلمان هو مقسوم اتنين: نص سياسي انت بتشتغل فيه سياسة، ونص انت بتشتغل فيه زي ما بنقول كده المواطن جايبك كده. زي ما بنقول ايه، عارفين انتوا لما تجيبوا مسؤول امن، يبقى مسؤول امن مثلا منطقة، مسؤول امن مبنى، مسؤول امن مصنع، بتركبوا كاميرات مراقبة عشان تشوفوا الدنيا ماشية صح ولا لا. نفس الحكاية النص التاني مجلس النواب بعد السياسة هو مراقبة، بيراقب ثم بيراقب ثم بيراقب. طب بعد ما بيراقب، عنده حاجة اسمها الأدوات العقابية. مش انت كده مثلا لما تيجي تعمل مشكلة أو تعمل حاجة القانون بيعاقبك؟ نفس الحكاية، القانون والدستور مدين لمجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب مدينه أدوات يعاقب بها المسؤولين لو أخطأوا. وطبعا بالتسلسل زي ما احنا قلنا بنديهم السم في العسل في السؤال. فانت لو عضو نموذج محاكاة برلمان طلائع او برلمان شباب، ركز جدا في السؤال. ولو كنت مسؤول حكومة داخل نموذج المحاكاة لوزارة الشباب والرياضة، برضو ركز في السؤال اللي بيجي لك، لان السؤال ده هو ممكن يوقعك في فخ او ممكن يطلعك بكنز. دايما بنشوف عضو مجلس النواب اللي هو بيقعد يحلل ويدور ويشوف اصل المشكلة. طب وهنا فين بتتحل؟ طب هنا في حل؟ لا هنا في مشكلة كبيرة؟ لا هنا في بعض الإجراءات أو بعض الخطوات محتاجة تتعدل. وده اللي بيحصل لبعض القوانين أو بعض القرارات أو بعض اللوائح، اللي يقعد عضو مجلس النواب يتابع ويراقب ويدقق لحد ما يوصل لأفضل صورة. احنا طبعا بنتمنى دايما ان الحياة السياسية والحياة العامة الدولة والمواطنين وحياتنا كلنا تكون في أحسن صورة. كلنا بنسعى لده، إذا كنا مسؤول سياسي في التنفيذيين أو برلماني في المراقبين، كلنا بنسعى لده. حتى المواطن بيسعى اللي هو يكون في أحسن وأفضل حال، بس كل واحد ليه أدواته وطريقته. عشان كده الدستور والقانون مدي للحكومة أدوات ومدي لمجلس النواب أدوات. فعشان كده دايما لما تكون عضو مجلس نواب أو نموذج محاكاة، طبعا طلب الإحاطة مهم، بيان عاجل مهم، الاستجواب طبعا، طلبات المناقشة العامة، لجان تقصي الحقائق، لجان الاستماع والمواجهة، سحب الثقة، اقتراحات برغبة، متابعة المجالس المحلية، كل ده مهم. الزيارات الميدانية، العرائض والشكاوى اللي بتيجي لمجلس النواب من المواطنين، كل الأدوات دي مهمة. بس زي ما بقولك، عايز تدي المسؤول حاجة اديله السم في العسل في السؤال. ودي حاجة من اللي احنا بنقولها في التريكات بتاعت التدريبات دايما بتاعت نماذج المحاكاة. خلاص. فطبعا احنا بنتشرف اللي احنا بندي توعية وبندي تدريبات خاصة بنموذج المحاكاة الخاص بوزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب، اذا كنت برلمان طلائع او كنت برلمان شباب. عندك جزئين: عندك يا اما تخش البرلمان يعني تبقى عضو في البرلمان وتبقى مراقب زي ما قلنا، عين المواطنين، او تبقى من التنفيذيين، الحكومة، رئيس وزراء، وزير، جوه نموذج المحاكاة. وطبعا جوه نموذج المحاكاة احنا بنعيش حياة كأنها حياة واقعية. بس ايه كأنها؟ هي مش حياة واقعية. انت مش من حقك تسأل مسؤول، مش من حقك ان انت تسأل عضو مجلس إدارة في مركز الشباب عندك، مش من حقك، دي مش من ادواتك. بس احنا ايه بنتدرب على الحياة الواقعية، اللي ممكن في يوم من الايام لو انت طلعت وربنا كرمك وبقيت موظف، زي ما نقول كده ايه، في الشؤون التنفيذيين او في الحكومه، او وزير او رئيس وزراء او بقيت رئيس جمهوريه، او اللي انت ربنا كرمك ودخلت المجلس والناس انتخبتك واديتك الثقه وبقيت عضو تحت قبه البرلمان. فالاتنين مهمتهم صعبه، الاتنين عايزين يوصلوا لاحسن حاجه، والناس عايزه توصل لاحسن حاجه وافضل حاجه.
خلاص. فاحنا عرفنا ان احنا عندنا ادوات القضيه والدستور والقانون واللائحه الداخليه لمجلس النواب مديها لنا، وكمان الحكومه عندها الادوات بتاعتها وطرقها. فطبعا في النموذج التدريبي دايما 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 احنا بنبقى اصحاب واخوات، بس لازم لما بنكون ساعة الجلسة او ساعة نموذج المحاكاة لما بنعمله بنكون يا اما مراقبين قويين يا اما بنكون تنفيذيين قويين. خلاص كده. طيب بعد ما خلصنا البرلمان، بس عايزين نقول شوية معلومات عن البرلمان قبل ما نقفله. عندنا مسميات كتير قوي اختلفنا فيها او ناس كتير بتتكلم عنها او سألتوني عليها. طيب المسميات دي اختلفت مع التواريخ، يعني مثلا مجلس شورى النواب كان 1866، مجلس النواب المصري كان 1881، لو هنتكلم عن مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كان 1883، والجمعية العمومية ليها دور قوي جدا 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 جدا. طبعا احنا عارفين قصة تأميم قناة السويس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر لما أمم القناة عشان نستفيد منها وكل مواطن يستفيد من دخل قناة السويس ويدخل عائد وإنجازات للدولة المصرية. الجمعية العمومية دي عملت إنجاز زي الإنجاز اللي عمله السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن هو عدم تمديد امتياز حق قناة السويس 40 سنة تاني. دي برضو ممكن تكون معلومة ناس كتير ما تعرفهاش، بس حقيقي الناس دي ممكن يكونوا عملوا أخطاء، ممكن يكونوا ما كانوش قد المسؤولية في وقت من الأوقات، ولكن هم قدروا اللي هم يحطوا نواة لقرار ياخدوا زعيم من زعماء مصر. لو هم كانوا ادوا الامتياز ده وكملوا كمان امتياز 40 سنة لقناة السويس، كان زمان قناة السويس محتلة لحد سنة 2008. شوف لحد سنة 2008 ممكن تكون ناس كانت هتتولد لسه في 2008 او ناس بتتابعنا ومولودة 2008. فتخيل ان قناة السويس كانت هتفضل محتلة لحد سنة 2008. فده من القرارات المهمة اللي خدتها الجمعية العمومية. طيب طبعا الجمعية التشريعية، مجلس الشيوخ والنواب، مجلس الأمة، مجلس الشعب، كل دي مسميات اختلفت أو تغيرت على مر التاريخ، لأن التاريخ متغير والأدوات متغيرة والحياة متغيرة. فمش المسمى هو المشكلة، المشكلة في اللي جوه المسمى، احنا بنعمل بيه ايه، إذا كنت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية. خلاص، فما تشغلش بالك بالاسم، اشغل بالك بالمحتوى. تمام كده. طيب عندنا طبعا الناس دي اللي بتخش تحت دائرة البرلمان بيبقى ليها تقسيمة كده او طريقة معينة في الانتخاب. فدايما يقولوا لي يا احمد طب هم بينتخبوهم على اساس ايه؟ طيب احنا عندنا مصر كلها، جمهورية مصر العربية ال1000 كيلو متر مربع اللي احنا عايشين فيه، متقسم ل 205 دايرة انتخابية بالنظام الفردي. خلاص، بالنظام ايه الفردي؟ يعني كل شخص بينزل، يعني مثلا احنا عندنا في الفردي مثلا بينزل فردين 3 4 حسب مقاعد الفردي في كل دايرة. فاحنا عندنا 205 دايرة. عندنا عدد المقاعد بقى بتوع ال 205 دولت 448 داخل قبة البرلمان. طيب عندنا كمان عدد مقاعد القايمة. عندنا نظام القايمة في مصر 120 مقعد، كان 120 مقعد. شوف بقى ال 120 مقعد تحطهم على 448 هيدوك 500 وكام. طيب 500 وكام دول هنضيف عليهم 28 مقعد بيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية. طب ليه يا احمد رئيس الجمهورية بيعين؟ ليه التعيين؟ طب ما انا عندي ناس انتخبت بالفردي والناس انتخبت بالقايمة، طب ما ال 28 دول اضيفهم على الناس اللي انتخبوا بالفردي او الناس اللي انتخبوا بالقايمة. طيب حلو، انا معاك جدا في اللي انت بتقوله، ولكن حط كلمة دايما ولكن طيب انا دلوقتي في تخصصات جوه او لجان نوعيه زي ما اتكلمنا عليها جوه المجلس، في لجنه تشريعيه ودستوريه، في لجنه مواصلات، في لجنه صحه، في لجنه تعليم، في لجنه بحث علمي، في لجنه صناعيه، في لجنه زراعيه، في لجنه تكنولوجيه، في لجنه المصريين بالخارج. كل دي لجان داخل المجلس. اللي انا انتخبتهم دولت مش لازم ينطبق عليهم كل التخصصات بتاعه اللجان، فممكن يحصل عندي نقص في بعض الاماكن. لما بيحصل بعد ما بيتم انتخابهم ومعرفة العدد ال 448 هم مين وتخصصاتهم ايه، وال 120 هم مين وتخصصاتهم ايه، بيجي دور رئيس الجمهورية. فيا فندم احنا بنقدم لحضرتك قوائم فيها مرشحين لجميع التخصصات اللي ناقصة داخل المجلس او لم يتم انتخابها او عددهم قليل داخل المجلس، عشان تبقى كل التخصصات دي موجودة ومطروحة وقادرة تناقش جميع المشاكل الخاصة بالدولة المصرية. ففلان وفلان 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 بيتم تعيينه من التخصصات ايه الغير متاحة او القليلة داخل المجلس، عشان كده بيتم التعيين من رئيس الجمهورية.
خلاص كده عرفنا دور التعيين وشكله ببساطة، وحاجة صغيرة جدا ممكن الناس ما بتاخدش بالها منها، بس دي حاجة مهمة. طيب عندنا كمان مجلس الشيوخ، وده كان استحدث في تعديلات الدستور في 2019. مجلس الشيوخ عندنا في مصر هو عدد المقاعد فيه 300 مقعد. 300 مقعد. طيب 300 دول بيتقسموا ازاي؟ 300 دول بيتقسموا تلتين وتلت. تلتين بيتم انتخابهم وتلت بيتم تعيين. طيب التلتين اللي بيتم انتخابهم هو 100 فردي و100 قايمة، وبيتم تعيين 100 فرد آخر. بس في نسبة 10% جوه مجلس الشيوخ تكون للمرأة، نسبة 10%. فاحنا عندنا مثلا 300 مثلا، محتاجين منهم 10% مثلا. شوف ال10% دول بقى كم مقعد للمرأة جوه المجلس، فده هيفيدنا. طيب مجلس الشيوخ يا احمد بيعمل ايه؟ مجلس الشيوخ هو دوره استرشادي، لان في حاجة اسمها النخبة. مش احنا دايما كده بنقول ايه يا احمد؟ انا عندي لعيب كورة هو الهداف هو مو صلاح، وعندي لعيبة تانية اقل من مستوى مو صلاح شوية. طيب مجلس الشيوخ بالنسبة لمصر هو النخبة، هو مو صلاح، زي ما بنقول كده هو ايه؟ مو صلاح. خلاص طبعا بيبقى سن الترشح فيه فوق ال 35 سنة. اقل حاجة يكون الشخص المرشح ده يكون معاه مؤهل جامعي، يكون حاصل على بكالوريوس تمام لمدة 4 سنين، معهد فوق متوسط، بس يكون معاه مؤهل جامعي، ده اقل حاجة. طيب مجلس الشيوخ ده طبعا بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على فكرة الاقتراحات الخاصة بتعديلات مادة او اكثر من مواد الدستور. يعني ممكن يجي له بعض المسودات او بعض المسودات اللي هو يطلعها لرئيس الجمهورية او يرسلها لمجلس النواب، تكون خاصة ببعض التعديلات اذا كان في مواد الدستور او القانون. خلاص. طيب بيناقش المشاريع اللي بتجيله من مجلس النواب اللي خاصة بالسلطة التنفيذية في الخطة العامة للتنمية، الخطة الاقتصادية، الخطة الزراعية، الخطة الصناعية للدولة، ويحط فيها الرأي العلمي. هو رأيه مش ملزم إجباري اللي رئيس الجمهورية ينفذه أو مجلس النواب ينفذه، بس هو رأي استرشادي مهم جدا، لأن الناس دي ذوي الخبرة زي ما بيقولوا، الصفوة، المو صلاح بتوع السياسة. خلاص. فده اللي بيشتغل عليه، بيشوف المعاهدات ومعاهدات حقوق الإنسان، المعاهدات الخاصة بالسيادة المصرية، كل المشاريع والحاجات الخاصة بالدولة بيقدر يناقشها ويرفع بيها تقارير إذا كان لمجلس النواب أو لرئيس الجمهورية. خلاص. طيب عندنا في لجان متنوعة، أو عندنا في أكتر من 14 لجنة أو 14 لجنة تقريبا داخل مجلس الشيوخ. وطبعا أهم الأدوات بتاعته هو تقدير اقتراح برغبة. يعني إيه؟ أنا بقترح برغبة مثلا، اللي أنا بقترح اقتراح في المشروع الفلاني أو في الخطة أو في الموازنة العامة للدولة، اقتراح 1 2 3. خلاص. أو بيطلب طلب مناقشة عامة إذا كان لمجلس الشيوخ أو لمجلس الشيوخ والنواب مع بعض. خلاص. فاحنا عرفنا مجلس الشيوخ المصري وعرفنا مجلس النواب المصري، فيا رب يا رب دايما نكون استفدنا وعرفنا ان كل حاجة ليها دور وليها أهمية، مش معمولة هباء في الهوا واحنا عاملينها يعني عشان كده زي ما بنقول كده ايه، كراسي موجودة ومقاعد موجودة اذا كان في مجلس الشيوخ او مجلس النواب. لا، كل حاجة ليها الميزان بتاعها، اذا كان في السياسة الخاصة بالتنفيذيين او السياسة الخاصة بالبرلمانيين. فيا رب نكون قدرنا نفيدكم ونرد على كل أسئلتكم ونرد على كل حاجة انتوا بتسألوا فيها، واحنا مستنيينكم ومستنيين كل الآراء واللي انتوا بتسألوه. أي حاجة تيجي على بالكم عايزين تسألوا فيها أنا جاهز للرد عليها، زي ما بقول لكم، إذا كان في الرسائل الخاصة اللي بتيجي أو بالرد الخاص اللي بيتم أو في الرد اللي احنا بنرده في الفيديوهات. كل حاجة ليها سبب. السياسة ليها سبب. انك تكون ثقافي يعني برلماني وعندك ثقافة، لازم 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 ده يبقى مهم جدا وانت داخل نموذج المحاكاة. فيا رب دايما كده تكونوا سعداء ومبسوطين ومتابعينا وبنرد على كل الأسئلة اللي انتوا بتسألوها لنا، ويا رب نكون قد الثقة اللي انتوا بتدوها لنا. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد ميلاد النهاردة. فيا رب دايما اكون قدرت افيدكم في استفادة اكبر، ومستنيينكم في الحلقات الجاية وكل الأسئلة. السلام عليكم.